النهارده يا جماعة حلقة جديدة وموسم جديد من بيرسونا بودكاست، وأنا محمد سليم وبتكلم عن حاجة بحبها. النهارده معايا حد مميز وحد عارفه من زمان، من قبل اللي أنا بعمله ده وكل حاجة. معايا مريم دراز. ازيك اهلا. يا كابتن مريم؟ ازيك يا كابتن عاملة ايه؟ سليم؟ الحمد لله. أنا كروتك في التقديمة شوية أنا عارف، بس يعني عايزك انتي بقى تقولي لي بقى كل حاجة. ماشي، هقول لك briefly. انا اولا strength and conditioning coach. دي حاجه انا شغاله فيها بقالي تقريبا سنتين، وقبلها كنت بشتغل عادي مع general population personal trainer. جنب ده انا professional track athlete بلعب 200 و 400. في باك جراوند رياضي كبير، فخلينا ناخدها بالترتيب واحدة واحدة. كده starting من دلوقتي. دلوقتي انا بقالي حوالي 6 او 7 سنين في العاب القوه، بس مش قادرة أكونسيدر يعني التمرين حقيقي إلا في آخر سنتين دول اللي كان فعلا التركيز فيهم أكبر، وده كان الوقت اللي كنت بدأت أذاكر فيه أكتر، فعرفت أساعد نفسي في تمريني أكتر. اللي قبل كده كان شوية إيه، موضوع اه، عشوائي شوية يعني. الفترة اللي كانت ألعاب القوة كانت فترة. احنا عايزين قبل ما نبدأ في الحتة بتاعت ألعاب القوة بقى مم. والكلام ده وكده، عايز أقول حاجة مهمة. الحلقة دي سبونسرد باي اي ام اس ايبكس فيت، وهو مكان من أقوى الأماكن في اسكندرية في الاي ام اس. لو وقتك ضيق أو زهقت من تمرين الجيم العادي، ايبكس فيت بتوفر لك تمرينة في حدود 20 دقيقة بالظبط. بتكون تمرينة كاملة للجسم بمساعدة تحفيز العضلات، وفكرة التمرين إنه بيستهدف عضلات أكتر بمجهود أقل، وده تحت إشراف مدربين متخصصين في كل الرياضات. سواء هدفك إنك تخس أو تتطور في رياضتك، أو حتى لو متلعبش رياضة خالص وهدفك يكون تكوين جسم صحي، EMS Apex Fit هو المكان الأنسب بالنسبة لك. خلينا نرجع بقى نخش بقى في العميق. نخش في احنا قولي كنا لي بنقول بقى ايه؟ قبل ما تبدأي بقى الحتة بتاع ألعاب القوة دي وكده كنت اه، قبل ألعاب القوة كان في كام سنة كده مسميهم سنين التوهان الرياضي. ايه؟ لان انا كنت قبل الفترة دي كنت بلعب جمباز من وانا صغيرة، وكنت بطلة جمهورية على طول. كان البطولات يعني معروف مريم يا اول يا تاني. ما شاء الله. عندي الميداليات اللي عندي من الجمباز كان عندي ميدالية واحدة برونز، والباقي كله كان يا فضة يا ذهب، فهو معروف يعني. انا الاول والتاني ده كان المركز بتاعي. مشيت من الجمباز بإصابة سيئة. مم. كان عندك فكان كام سنة؟ اعتقد حوالي يعني 19 10 سنين، 11 سنة كتير، مش مم. فاكرة بالظبط، بس كان في المرحلة العمرية دي يعني. فطبعا coming from this، لان انا مش لاقية حاجة اعملها وانا طول عمري competitive، ودي الحاجة اللي انا عارفاها، فما فيش مجال تاني اعمل فيه ده. كان في بقى الفترة دي الفترة اللي كنت بإكسبلور فيها رياضات كتير. خدنا بقى الروتين المصري، يا سباحة وباليه ومش عارفة ايه. لحد ما وصلت للمرحلة بتاعة ألعاب القوة. بدأت الأول مع فريق مدارس، ده بيبقى أقل مستوى مم. طبعا خالص، وطبعا سني ساعتها كان صغير، فهو ده اللي أنا دخلت عليه. بعد كده واحدة واحدة نقلت مع الفرقة دي اللي هي خلاص ده الفرقة اللي بتريبريزنت النادي. وكنت في الأول ironically كنت بلعب mid distance و long distance. مم. بعد كده رحت اتمرنت شوية sprinting، وبعد كده رحت حواجز، كنت بلعب 100 و400. دي حاجة مش مم. منطقية عامة، انت بتلعب يا ده يا ده، بس كنت إيه. بلعب 100 و400. ده جزء من التوهان برضو اللي هو في النص ده. باللزوم التوهان. بعد كده خلاص يعني لقيت ان الايفنتات دي مش بتاعتي، فماليش غير الجري الفلات حبيبي، الحمد لله ايه رسينا اللي عليه. خلاكي تستقري على ده اصلا؟ على ألعاب قوة ولا على الجري الفلات لا، قصدك؟ الجري الفلات. أم، في الفترة اللي كنت بتمرن فيها حواجز I don't think ان الاتنشن اللي انا كنت محتاجاها كلعيبة كنت واخداها. وكان عندي يعني رغم ان انا اتمرنت حواجز كتير، بس انا كان ستيل عندي خوف كبير قوي من الحاجز ومن الوقعة بتاعة الحاجز. مم. ف I think لو كان عندي التولز اللي تخليني overcome الخوف ده، واللي تخليني اعرف لو حصل حاجة، لو حصل اصابة، لو وقعت، اتعامل مع الموقف ده ازاي، اتعامل في ساعتها ازاي. I think كان ممكن ساعتها اكمل، بس لما لقيت ان ده مش موجود كان ايه اللي مخليه مش موجود، او يعني ايه اللي حصل؟ هنخبط بقى. السؤال ده هيخلينا نخبط. ماشي، يعني كان خلينا نقول اللي هو ما كانش سهل في مصر في الوقت ده يعني. اللعيبة اللي كانوا بييجوا اوريدي عندهم التالنت بتاعت السرعة، مم. دول كانوا دايما بياخدوا attention اكبر، لان ده بالنسبة لك potential
احسن واسرع ان انت تطلع منه لاعب كويس. اسهل بكتير من ان انت تاخد واحد لسه جاي ما يعرفش اي حاجه في او لا الجري خالص. وتبدا تشتغل معاه من الاول. فانا كنت هذا الشخص، كنتش الحد اللي جاي أيوة. تالنتد لسه من جاهز، فاهم؟ الصفر بقى بتحاولي بالظبط تبدأي وبتاع. بالظبط بس هو حصل. عشان ده بيبقى المسؤولين او كده بيبقوا عايزين نتائج اكتر ما يبنوا لعيب او يبنوا هي دي الفكره، جيل يعني. هي دي فعشان الفكره. كده دي دايما في لعيبة كتير قوي بتقع في النص او بتتظلم في النص. هو لعيبه كتير. انا يعني المرحله العمريه اللي انا فيها دلوقتي في النادي اللي انا بتمرن فيه مفيش غيري انا اللي مكمله من الدفعه دي، ويمكن 2 او 3 تانيين من اللي هم اللونج ديستانس والميد ديستانس، بس سبرينترز مفيش اصلا حد من سني، فانا I can see why هم ليه ايوه. سابوا يعني. بس حاسة وانتي جاية النهاردة كان جاية حاطة ايه في دماغك قبل ما تيجي للبودكاست البودكاست للكلام يعني؟ هنا؟ كنت excited جدا طول اليوم وحاسه ان انا تمام. وبعدين جيت في اخر ساعه بدات اتوتر شويه لما بدات اريلايز ان لا قربت. في كاميرا بقى وفي آه. كده. انتي بتصوري عادي يا مريم عادي. انا بصور، بس انا كل الحاجات اللي بصورها بنفسي، مم. وانا وترايبودي، يعني انا والتليفون انتي والترايبود. وحاجتك عارفاها وبتاع. لو حصل اي حاجه بيني وبيني عادي، فاهم؟ ايوه مفيش والله. حاجه بره. بس لا اكسايتد للموضوع، وحاسه ان يعني البودكاست كفكره، احنا جايين من باك جراوندز مختلفه قوي في الرياضه، وجايين اصلا من رياضتين مختلفين، بس somehow احنا عارفين نقعد على نفس الترابيزه ونفتح بالظبط. توبكس احنا الاتنين هنريليت عشان ليها. في حاجات مشتركة كتيرة قوي في بالظبط الرياضة في مصر ما يعني وكرياضيين بالظبط، بالظبط. فدي حاجه لطيفه. وبعدين انا اعرفك من قديم ما- الزمان انا عديت او شفت مراحل من مراحل التوهان دي عامة يعني. مش داري عليا، مش خلاص هدي خلاص. خلاص، حصل خير حصل خير. بس طيب وبعد ما بدأتي الفلات سبرينتنج وكده ايه اللي حصل بقى؟ أم، ايه اللي حصل لما بدأت فلات سبرينتنج؟ انتي يعني واحدة واحدة بدأتي اصلا تتمرني ازاي؟ تتمرني مع مين؟ آه، يعني انا متابعك عارفك من زمان فبدأتي تاخدي كورسات فالحاجات دي جت ازاي؟ يمكن الكورسز والحاجات اللي بدأت اتعلمها دي كانت في الستيج الاخرانية، دول كانوا اخر كام سنة. اللي قبل كده الفترة اللي كنت I joined فيها الفرقة اللي كنت بجري فيها خلاص سبرينتنج اكيد. كنت ساعتها يعني بتمرن مع الفرقة عادي وتمريننا تمام. وانا كنت بدأت اتحسن في يعني مستواي احسن وارقامي احسن والدنيا لطيفة، بس وصلت لمرحلة انا في بلاتو. مم. الارقام وصلت لحاجة معينة، في رقم معين مش عارفة اكسره مهما حصل، مهما جريت مع كومبيتيشن مثلا، مهما نزلنا بطولات. في شوية. هو الرقم لازق فيا كده. ف I think دي ممكن تكون كانت اكتر فترة محبطة قوي. يعني انا دلوقتي ساعات بلوك باك على الفترة دي وارجع استغرب هو انا ازاي لسه في نكمل. الرياضة دي اصلا. هو يعني دي كانت اصلا كمان من اوحش الحاجات ان انت يبقى في مشكله بس انت مش عارفه هي بسبب ايه. يعني لو في مشكله وانا عارفها وعارف السبب هبدا اشتغل عليها واحلها وبتاع بس لو الفكرة انا مش عارفة احلها لنفسي، بس في نفس الوقت انا ما عنديش برضو الوعي والادراك الكفاية بمين ممكن يساعدني نطلع من المشكلة دي. ف لا فترة سيئة. وزي ما بقولك الباك جراوند اصلا قبل كده كانت على طول ان انا يعني ما بعرفش اعمل حاجة في الحياة غير ان انا perform كويس. فان انا بالظبط. دلوقتي بعمل كل اللي عليا ومش عارفة perform كويس، دي بالنسبة لي مشكلة كبيرة قوي، فاهم؟ طب آه، طلعتي من الحوار ده ازاي؟ طلعتي من الحوار ده ازاي؟ بدأت الحمد لله شوية أذاكر وشوية أدرس وأفهم حاجات. ده بيفهمك أكتر عن تمرينك، وفي نفس الوقت يعني بيخليك تقدر تevaluate المدرب اللي قدامك، هل ده حد يقدر يشتغل معاك ولا لأ. يعني من الحاجات اللي هو السلاح ذو حدين بالنسبة لي دلوقتي، إنه ممكن أعرف أقيم مدرب هو كويس ولا لأ، انت ينفع احنا ينفع نشتغل مع بعض، بس في نفس الوقت انا مش عارفة اديله الامان 100% اللي هو خد انت اعمل كل حاجة. ممكن حاجة تحصل فانا ارجع افكر الكلام ده مش منطقي. هو ممكن يكون ماشي مثلا بمدرسة معينة ودي حاجة مش منطقية بالنسبة لي، او مش فلا. مناسبه لجسمك مثلا او ودي حاجة متعبة قوي منتلي، لان انت المفروض تتمرن مع مدرب لان هو شايل المسؤولية بتاعت ان هو يحسنك، هي دي شغلته. انت كل اللي عليك ان انت تتمرن تلبس وتسمع الكلام لبس وخلاص. التمرين وتيجي التمرين وشكرا. فالموضوع مجهد قوي ان يعني منتلي
كل مرة هتقعد تعمل كده، فهو بجد سلاح ذو حدين جدا يعني. وبعدين انت ممكن تبدأي تعدلي بقى مثلا على المدرب، او لو يقول لك على حاجة انت عندك معلومة مغايرة ليها مثلا، فاللي هو يبدأ يبقى في شك، ما بالظبط. فبتعملي بالتمرين وانت شاكة في التمرين هو دي مش هتبقى حاجة مريحة للمدرب، ولا هتبقى حاجة مريحة ليك يعني. مفيش مدرب هيقبل انت لو هو هيبقى بتمرني قرفان انا اجي منك اعدل عليك اصلا. واقول لك لا يا عم ما ينفعش. انت كل شوية تخنقني ولا ايه؟ بالظبط. بالظبط، فاهم. محدش فيش مدرب هيقبل ده، ودي مش حاجة منطقية برضو ان انا اكون بعملها، مش كويس ليا يعني. أه بس الحمد لله الموضوع بدأ يعني يكبر في دماغي واحدة واحدة، وبعدين بدأت أفكر إنه في، ما دام أنا كنت في وقت كنت محتاجة حاجة والحاجة دي مش موجودة، يبقى ممكن ربنا يجعلني أنا سبب إن أنا أعرف أصب في الحتة دي وأساعد ناس تانية. أيوة. ف جه الموضوع كده. بدأت الأول الشغل هضحكك. أول اوفر شغل جالي خالص، جالي من حد شافني وانا بتمرن. أنا ما كنتش لسه ولا مم. درست ولا عملت اي حاجه، لسه في ميه البطيخ. فانا رفضت الموضوع بشكل غشيم، عملتي ايه؟ اللي هو لا مستحيل يعني انا اه. اجيب، ما عنديش طبعا وهي بتبقى مسؤولية برضو، لو انت ما تحس ان هو ايه بالظبط. ده، لا انا هتحكم في ادائك بني ومصيرك ادم وبتاع انا. ساعتين كده من حياته اه. هيجي انا اللي هقول له يعمل ايه؟ فلا، رفضت الموضوع بشكل تام يعني. بعد كده رحت طبختها في دماغي شويه ورجعت قلت هو اكيد يعني ال ايوه، انت 500 رفضتيه سنه. ازاي؟ يعني الغشومية كانت فين؟ الغشوميه كانت في التوقيت اللي هو ما تعملي لا امم. كده، بس لا ما شتمتش الراجل يعني. ف... أم، بس فرجعت قلبتها في دماغي لقيت ان هو لا، السنين اللي انت يعني قضيتها من حياتك في الرياضة اكيد اكيد يطلع منهم حاجة. مهم. مش بقول ان الاكسبيرينس لوحدها دي كانت كفاية، بس كان بالنسبة لي دي starting point كويسة. فرجعت تاني قلت لهم جماعة ممكن والنبي نتمرن. فكرت في الموضوع طلع ممكن. هم بس اصلا كانوا شباب ولا صغيرين ولا كان لا، ده كان كان سن ايه؟ يعني ده كان institution، ده جيم جاي اه اصلا بأوفر. اوكي. فأول فترة طبعا كنت لسه معرفش حاجات كتير قوي، فكنت basically بعمل تريننج تحت الناس السينيورز في الجيم. شفت programs بالهبل بالهبل. و I think دي من أحسن الحاجات اللي ممكن تكون حصلت، لأن احنا من المشاكل بتاعت المدربين النهاردة ان هم عندهم علم كويس قوي، بس هو مش عارف يترجم ده في بروجرام. امم. فهتلاقي مثلا الناس التقيلة على طول يقول لك شوف بروجرامز كتير. فدي كانت اول حاجة انا بدأت بيها، فدي اوريدي كانت حاجة كويسة جدا. بعد كده لما تبدأ تذاكر وتفهم يرجع الموضوع يميك سنس. اه احنا عملنا الحاجة الفلانية تبداي دي مع ده. تربطي بقى كل حاجة بالظبط. بس ببعض. كان يعني هو ممكن يكون البروسيس متشقلب شوية، بس بالنسبة لي ده كان حاجة تمام جدا يعني عادي. وانا والدي كان دايما بيقول لي حاجة اللي هو، وكمان وانا بلعب كان بيقول لي ان انت في فرق بين دكتور الجامعة والصنايعي، فاهم؟ امم. فانا كنت بلعب او بتمرن بستايل دكتور الجامعة. يعني هو انا عايز ايه؟ انا عايز نقطتي، فاخد النقطة وامشي وخلاص، مش هشغل بالي بحاجة. بس في تفاصيل وفي تريكس وفي صياعة لعب لازم تكتسبها عشان تميكس بين الاتنين، بتاعت عشان الصنايعي. بالظبط لازم تنزل تبقى شغال في ورشة وتعمل الحاجات الصنايعية دي حقيقة. عشان يبقى فعلا عندك نوليدج او عندك حاجة تعرف تبقى لعيب مختلف، متبقاش متكرر يعني. اتفق. فبس ايه حاسة انه حاجة في شخصيتك الناس دايما بتقولها لك، وهل دي حاجة يعني حقيقية او حاساها فعلا، ولا يعني مش مقتنعة بكلامه؟ حاجة حلوة ولا حاجة؟ براحتك بقى. بس يعني خلينا حاجة حلوة اكيد. حاجة الناس دايما بتقولها لك. I think اكتر حاجة، اكتر comment باخده ان كان في شغلي او إن كان في طريقة تعاملي مع الناس او حاجة، ان انا حد detail oriented قوي. مم. مش بركز في الموضوع ده، بس يعني ده feedback باخده من clients كتير انه لا، في تفاصيل كتير. في تفاصيل كتير احنا هنقف عندها هندقق وبتاع. فده comment بيجيلي كتير. انتي آه، مقتنعة بده ولا حاسة انه لا انتي عادي؟ مقتنعة ان انا كده، بس دي حاجة ما كنتش واخدة بالي منها لحد ما اتقالت لي، وبدأت يعني افكر في الموضوع لقيت انه مهم. بس يعني اعتقد دي حاجة حلوة يعني، مش حاجة وحشة. يعني ساعات آم، التفاصيل دي فعلا بتفرق.
ممكن، بس برضو في حاجات مش محتاجة كمل الدقة ده، في حاجات عادي ممكن نعديها، نتغاضى بس عنها. انا ايوه. والله لا اعرف. ايوه. بس حاسه ان انتي قريبه من الفيرجنز بتاعت شخصياتك لحد النهارده؟ اللي قبل كده. اه. يعني انا مقتنع ان هو كل واحد فينا ليه فيرجن في فتره من حياته. ففي ناس بتبقى تغيرات بتبقى طفيفه او بسيطه. م- في ناس لا، كل شهر تلاقي شخصيه متغيره، او كل حاجه كل فتره بشخصيه مختلفه. فحاسه هل انتي قريبه للفيرجنز اللي قبل كده ولا لا؟ حاسة على مدار السنتين اللي فاتوا بالذات كانت الاختلافات جذرية. امم. احنا قبل كده كنا عادي، اخر سنتين لا، كان في اختلافات في الشخصية. I think الشغل في الوقت ده ساعد فيها كتير. يعني من الحاجات مثلا اللي انا في العادي بقلق منها هو الانتراكشنز السوشيال الكتير. شغلي كله عبارة عن عامله مع بني ادمين يعني. interactions مع بني ادمين. فدي حاجة يعني أخصبتني إنه هتحصل. امم. أم، ده بالنسبة لي تغير كبير قوي. السنة اللي فاتت لما خدت القرار بتاع ان انا اتحجب، ده بالنسبة لي برضو نقلة تانية خالص. فالسنتين دول يعتبروا مختلفين شوية. اللي قبل كده ممكن تبقى يعني تفاوتات صغيرة. I would say ان انا يعني aware بيهم، بس انا مش قريبة منهم. امم. if that makes sense. يعني خلاص عارفاكوا شايفاكوا بس متصالحة خلصتوا. معاكوا، كنتوا موجودين ساعتها لسبب، بس خلاص مش يعني لا، مش قريبة ما اعتقدش. مهم. كانت يعني فترات وخلصت او فيرجنز وخلاص. اللي هو تمام بنحبوكوا بس مش بس مش انا من دلوقتي. بعيد. بالظبط. يعني انتي اصلا كمان زي ما انتي بتقولي ان هو بدأتي كمان تتعاملي مع ناس كتير، وبدأتي تبوستي كونتنت دي كمان. اون سوشيال ميديا. دي كمان. فده اصلا تعامل مع بني ادمين برضو اكتر بس بشكل مختلف. فايه اللي خلاكي اصلا تبدأي تعملي كونتنت على السوشيال ميديا؟ انا مستنتج ده بس عايز اسمعه منك يعني. وهل بقى بيجيلك كومنتس اللي هو متخلفة او بتاع او كده اللي هو أم، السؤال الأولاني هو كان ايه؟ السؤال الأولاني ايه اللي خلاني أبدأ السوشيال ميديا؟ مم. أول ما بدأت السوشيال ميديا الهدف كان ساعتها mainly شغل. مم. كنوع ودلوقتي من هو انواع still. الماركتينج يعني. اه، لأن يعني المكان اللي اشتغلت فيه في الأول، أو أي مكان عامة هتشتغل فيه، الناس اللي هو هيجيبهم لك في الأول وفي الآخر هم معدودين. يعني ده لازم حد هيجي للجيم مثلا علشان مم. يسأل انتوا مين بتعملوا ايه، فنقول له تعالى احنا بنعمل كذا كذا كذا. بس كنت حاسة ان الموضوع فيه جزء اكبر من كده، انه احنا اللي نجيب الناس لحد عندنا. فده مش هيحصل غير ان انت يبقى عندك بيس كويسة على السوشيال ميديا. مش هتعرف تريتش العدد ده من الناس اكيد في اي كونتكست تاني غير في السوشيال ميديا. فكانت بادية كده في الاول. و I think دلوقتي ان هي still فيها الجزء ده، لانه بالذات في ال strength and conditioning بعيدا عن ال personal training محتاج تشوف المدرب بتاعك وتتكلم معاه فتقتنع بيه. في الاول وفي مم. الاخر انت لاعب، انت مش رايح تخسر شويه مثلا وكذا، انت عايز performance في هدف معين. فاللي انت رايح تشتغل معاه ده لازم تبقى حد انت مقتنع بيه وعارف تثق فيه. فده مش هيحصل غير لو ال conversations دي والحاجات اللي بتنزل مثلا على السوشيال ميديا برضو هتريتش audience اكبر. وفي نفس الوقت بقى في دلوقتي الزياده جزء توعوي. ايه مم. الكلمه؟ صح. توعوي. صح. صح ولا؟ صح والله. هتكون بتسوحنا. في نفس الوقت بقى في دلوقتي الجزء ده، الجزء التوعوي ده برضو بالنسبة لي في جزء ماركتينج، بس في نفس الوقت في حاجات اللي هو احنا بنصب في الجابس اللي احنا اصلا شايفينها ايوه. في الفيلد. فاهم قصدي؟ هو ده اصلا. حتى انا كنت اتكلمت معاكي في الحوار ده قبل كده واحنا في التراك. اليوم بتاع النادي. بالظبط. كنا اتكلمنا في انه مدربين الجيل القديم مختلفين تماما عن مدربين الجيل الحالي. الجيل الحالي شغوف قوي بالعلم والاستطلاع والتعلم وان هو يطور من نفسه وان قد ايه التفاصيل العلمية فعلا بتفرق. وهو ده اللي مأخرنا عن بره. ف يعني شايفة ايه الفرق او الجاب دي بتتحل ازاي الفترة دي؟
بين ايه وايه تاني؟ المدربين القدام اه والجداد. او كانت ايه المشكله الاساسيه بتاعتهم ايه؟ أم، وليه المدربين القدام ما يعني خلاص بقى هو. علشان كل حاجة اختلفت. المدرب القديم، أي مدرب عامة في أي شغلانة، مش شرط مدرب بس، أي حد مش مواكب على التغيرات والحاجات الجديدة اللي احنا بنعرفها وبنلاقيها كل يوم، مش هيبقى ليه مكان. لو أخدت بالك مثلا الكوتشنج فيلد بالذات آخر كام سنة، الجاب بين المدربين مش جداد وقدام بقى، بس المدربين الكويسين اللي بيدرسوا constantly وبيتعلموا وبيعملوا كذا وكذا وكذا، وبين الناس الراكدة، الجاب ده عمال يكبر. بالظبط. فمنطقي اي حد هنا ايا كان بقى قديم جديد، اي حد هيفضل هنا، والناس التانية هي اللي بتطور كله وبتكبر عايز اكتر يعني. يعلى مع ما الناس اللي فاهم. بالظبط بالظبط. كان في حاجه نسيت اسالها لك في النص، وهي ان انتي بعد خلاص ما بدأتي آه، تبقي باينة اكتر على السوشيال ميديا، ايه ردود فعل بقى الناس اللي حواليكي اه، والقريبين والوعاد؟ هو ليه سؤال ايه؟ في الجون بصراحة. أم، استنى هفكر في اجابة عشان ما اخبطش. ماشي، انا ممكن انا يعني اجاوب ممكن تقول وتاخدي حاجة قبل الكلام ما مني، افكر، يعني ماشي. عشان برضه عايز اتكلم في الحوار ده. قول. انه انا اول ما بدأت اعمل البودكاست انا كنت مش عارف الدنيا هتمشي ازاي، وما كانش عندي اي فكرة على اي حاجة ولا اي موضوع، بس انا كان تعلقي بالرياضة واللعبة اللي انا بحبها وبلعبها كان كبير قوي. فحسيت انه لا، انا عايز اكمل باي شكل من الاشكال. لو مش في فعملت التمرين هيبقى في حاجة تانية. بس ابقى ليه علاقة بالرياضة، الحاجة اللي انا بحبها طول عمري يعني. فبدأت اعمل ده. فاول ما بدأت كنت مستني يعني اراء، او مستني تشجيع، او support مستني معين. كلام بالظبط من ناس معينة. فالناس دي اكتر ناس ما شفتهاش، مش بعيب فيهم او انا مش متضايق منهم، بس على قد ما انا كان عندي وجهة نظر غلط في انتظار التشجيع. مم. فاهماني؟ يعني بدأت بعدين ادركت انه انت كده كده تشجيعك الاساسي من نفسك، مش ما تستناهوش من حد تاني. خصوصا لو من الدايرة القريبة يعني. فبالعكس انت كل ما اصل محدش هيشيل شيلتك، انت بتعمل دي حاجة حقيقة. فانت تبقى قد الحاجة دي وخلاص. دي حقيقة. فلو نجحت الناس كلها تفرح لك، لو فشلت فهو عادي، شيلتك بس برضه. شيلتك برضه. فاهماني؟ بيبقوا نوعا ما ممكن خايفين، نوعا ما ممكن مش حاسين او مش شايفين اللي انت شايفه، وده يعني حقهم عادي. بس انا كنت ببقى شايف حاجة معينة، يعني انا نفسي مم. في حاجة معينة وبطمح لها، وده كان انا طول عمري في شجعته تمام، ما الرياضة. شجعتوش تمام برضه، بالظبط، انا انا كمان. كنت في بلان وماشي عليها وتمام. فاللي كان بقى بيبسطني اكتر او كان بيعوض نوعا ما الجاب دي شوية الناس الناس الغريبة. البعيدة. الناس الغريبة كنت بلاقي تشجيع غير مفهوم وغير مبرر، واللي هو لدرجة ان انا كنت ساعات بشك اللي هو انتوا بتشجعوني بجد ولا بتجبروني بخاطري ولا ايه؟ يعني ايه الموضوع ده؟ فواحدة واحدة لحد ما بقى الناس كتير تشجعني على حاجة زي كده، فبدأت اكتسب ثقة اكتر وبدأت اتشجع اكتر انه لا، اكيد الموضوع فيه حاجة، الموضوع الناس مش كلها اي واقفة حاجة. تسقف وتقول برافو وتشجع، بس كل ما اسأل حد عليك يقعد. ف... بس فحتى بدأت اتربط بقى كمان بالبودكاست، اللي هو كل مثلا بقابل حد بقالي كتير قوي مشفتوش، طيب يقول لي ايه الشغل الجامد ده ومش عارف ايه بتاع اللي هو تحفة. فدي كانت من الحاجات اللي بتبسطني وتعوض الجاب ده شوية يعني. طب ممكن نريفرس الرولز ثانية واسألك انا سؤال؟ اكيد. ليه لما يعني كنت ستيل عايز تبقى كونكتد بالرياضة، اشمعنى اخترت الجزء ده وما رحتش للجزء بتاع التدريب، مع ان ده كان برضو اوبشن؟ كتير قوي قال لي ما تروح تدرب، ما مش عارف ايه بتاع، ما اعرفش، بس هو في جزئين، جزء سطحي وجزء اعمق شوية. الا هو ان انا لسه متضايق من الكاراتيه. فاهمة اللي امم. هو عارفة لما حد او حاجة تخذلك كده؟ فانا لسه مش ما تخطيتش الفقدان بتاع الكاراتيه ده، لان هو كان عمري كله. لما بروح اما بقرب ناحية الصالة حتى او مكان التمرين او كده ببقى متضايق، ما ببقاش مبسوط. فان انا ابقى جواه وانا مش طايل ان انا احقق اللي انا نفسي فيه امم. او اللي انا عايزه، امم. ده بيبقى مؤذي اكتر ما هو مرضي ليا يعني. لا، خلينا من بعيد بس في نفس الوقت في الحاجة اللي انا بحبها يعني.
الجزء بقى السطحي شوية اللي هو مش يعني مش عايز أطفال بقى وأولياء أمور وبتاع ماليش في مش الحوارات قادر دي. يعني عشان كمان في سلم كده لازم قاعدين تاخده. اهو قاعدة هادية فاه يعني ولطيفة. مش كل شوية حد بقى مودي ما بتمرنش ليه وبتاع والجو اه ده، فلا اه ما حبيتوش يعني. فبس دي كانت إجابتي، فاهمة. وأنا مستني إجابتك بقالي I حبة. think ان انا I've had a very similar experience. لما بدأت في الاول كنت متوقعة التشجيع هيجي فعلا من الدايرة القريبة قوي، وده ما حصلش. نفس الكلام، التشجيع جه بعد كده حتى من ناس تانية ابعد شوية. برجع واقول الناس اللي كانوا قريبين مش اقرب حد للفيلد بتاع الرياضة. ممكن مم. ممكن يكونوا مش مواكبين على حاجة زي كده، او مش فاهمين. مثلا. ولو ان كان برضو يعني supporting او being there، بس لان دي حاجة مهمة بالنسبة لي، دي كانت هتبقى حاجة بالنسبة لي يعني. يعني مهمة. بالظبط. مم. ف حاسة ان دي يعني خلاص experience لازم هتعدي بيها. يعني كمية الناس اللي بتكلم معاهم اللي عندهم نفس التجربة غريبة، فبالنسبة لي خلاص انت هتعمل كده يبقى هيحصل كذا، فاهم؟ أيوة، خلاص. بالظبط. بس ماشي، بنتعلم. بالظبط. وهتلاقي على فكرة من الدايرة البعيدة اللي انت بتتكلم عليها دي، هتلاقي منهم بقت ناس يعني ما بقتش بعيدة anymore، بقوا قريبين بالظبط. وبيسبورتوا بالظبط. وعادي اللي مشى ساب مكان للناس اللي جاية. بالظبط. بالظبط. شكرا يا جماعة. بس آه... ايه اصعب لحظة بقى في السباق ال 400 متر؟ لو انت سألت السؤال ده لأي حد، أي حد جرى 400 متر واحدة في حياته، هيديك نفس الإجابة. كلهم إجابات consistent، إنه آخر 100 متر في السباق هي أسوأ. أيوة. 100 متر ده الوقت اللي انت جسمك حقيقي بتبدأ تحس بالتعب. لو انت خدت اي قرارات في اول الماتش غبية، زي ان انت تطلع مثلا اول 200 جامدة قوي، او تطلع عامة في الاول جامد، ده هيبان قوي في اخر 100 متر. البوستشر بتاعتك عامة والميكانيكس كلها بتبدأ تبوظ. رجلك بتتقل. رجلك بتحرقك، فخلاص فاهم، مفيش سترايد اصلا. السترايد بتاعتك طولها بيقل. هي يعني physically حاجة challenging قوي. من جزء تاني انت mentally بتنيجوشيت مع نفسك، لان انت مخك عمال يقولك والنبي وقف. كفاية. ايوه. فانت بتنيجوشيت انت اللي هو لا الضغط السواق بيبقى جاي لازم. لك من ناحيتين. اه. ف لا، اخر 100 متر. طب حلو، السبرينتر بيقاوم ده ازاي فيزيكلي ومنتلي؟ physically انت اكيد حاطط نفسك في stimulus شبه الستيمولس بتاع البطولة قبلها. لو ده ما حصلش يبقى انت مش جاهز مرنش للبطولة. كويس. mentally نفس الكلام. لو في لو الجزء ده ما حصلش mentally، هتلاقي لاعب بيتمرن كويس قوي في التمرين، بس بينزل البطولة الدنيا بتبوظ مم. منه. لو انت متمرن كويس وارقامك كويسة في التمرين، يبقى انت physically قادر تعمل الحاجة الفلانية. مم. بس mentally في مشكلة، انت ما اتحطيتش في الانفايرمنت ده قبل كده. فالضغط بتاع البطولة دي حاجة جديدة، وحاجة انت مش متعود عليها. زي ما يعني بتلود الجسم علشان يبقى اقوى، احنا بنعمل نفس الكلام. احنا لازم نلود مخك ونحط الضغط ده عليك mentally علشان يوم البطولة ده ما يبقاش حاجة جديدة. احنا يوم البطولة مش بنفكر احنا هنطلع ازاي وهتبوش من البلوكس بطريقة عاملة ازاي. انت يوم البطولة بتأكسكيوت اللي انت بتعمله في التمرين انت بقالك بتنفذ بس. 500 سنة مم. بالظبط. فهو مفيش مجال ان انت تعمل ده قوي. فده جزء من تحضيرك للبطولة. مم. الجزء المنتلي. والفيزيكال لازم، هو انت برضو مش هتبقى ايوه انا آه، فاهم، بس اللي هو عشان يعني دي كانت حاجه كنت عايز اسالك عليها اصلا في الحلقه. ما هو يعني ليه؟ هل الاجابه الصريحه عشان انت المنتل، او ان انت ما بتشتغلش على المنتل بتاعك كويس؟ الايه. ان انا ببقى كويس في التمرين ووحش في البطوله. لو انت كويس في التمرين ووحش في البطولة، I think انه لان انت التمرين مش بيحط عليك الضغط. يعني الفرق الوحيد بين البطولة وبين التمرين هما يعني نفس المسافات، نفس كل حاجة، ممكن تبقى نفس الناس اللي انت بتتمرن معاها. الفرق الوحيد هو الضغط النفسي اللي انت بتتحط فيه. مم. فهو انت physically قادر تعمل الحاجة الفلانية، بس انت mentally مش جاهز لده. واتمرن على الضغط النفسي اللي انا ببقى فيه في البطوله ده ازاي؟ اولا physically محتاج، بلاش physically، انت قلت mentally صح؟ مم. احنا بنتمرن على نفس الكونديشنز بتاعة البطولة
قبل البطولة. لازم يبقى عندك سيشنز، انت بتطلع الجارية مثلا بتاعتك، هتجري اي مكان 200 400 متر اي مكان، بتطلع من على البلوكس، بتطلع معاك ناس بتجري بالانتنسيتي اللي انت عايزها في الماتش. ده لازم يبقى سيناريو مخك وجسمك شافه قبل كده وحضره قبل كده، مش حاجة جديدة في البطولة. يعني لعب البطولات كتير مثلا. لعبوا بطولات كتير كده كده. الاحتكاك بالبطولة لو انت بقالك فترة مش بتكمبيت هتلاقي ان اول بطولة الدنيا مم. راستي شوية. ولو مفيش مجال ان انت تعمل كده، احنا خلي بالك بطولاتنا في السنة عامة مش كتير قوي، فلو مفيش مجال ان انت تعمل ده في بطولة، يبقى انت تخلق الكونديشنز دي في التمرين. مم. هاتوا فرقتكم كده واعملوا سباق نعمل مع بطولة بعض على عادي، الضيق. يعني هاتوا البوكس بتاعتكم واعملوا سباق مع بعض. بس ايه اكبر غلطة ممكن تضيع مني السباق؟ هو انا ظابط كل حاجة بالظبط وكل حاجة تمام، بس غلطة تضيع مني كل حاجة. I think اكبر غلطة ممكن تضيع منك سباق وممكن تضيع منك بطولة ايا كانت هي ايه رياضتك، ان الاتنشن بتاعتك تكون في اي حتة تانية غير جسمك. مم. احنا عامة كبني ادمين الاتنشن بتاعنا limited، واحنا كاثليتس الاتنشن بتاعتنا limited وغالية. مم. فيوم البطولة ده اكتر وقت انت عايز الاتنشن بتاعتك كلها جوه جسمي. انا وانا بسخن دلوقتي انا حاسة ازاي؟ حاسة مثلا سمنتي مضايقاني شوية، فانا هديها هنا attention اكتر. طب انا خلصت الفيز دي، هبدأ مثلا اكتيفيت ولا لسه؟ الماتش بتاعي امتى؟ كل حاجة بتحصل، كل الافكار اللي بتحصل كلها مرتبطة بيا انا. مم. اللحظة اللي هتبدأ تفكر فيها مين اللي واقف جنبي في الحارة، البنت دي رقمها اجمد مني، دي وش هتكسبني، لا لا دي مش مشكلة دي هكسبها. اللحظة اللي بتبدأ تعمل فيها كده انا ببقى عارفة ان ده الماتش اللي هجري فيه بجد وحش. دي حقيقة. احسن ماتش جريته في حياتي، والماتش ده على فكرة معلقتش فيه، بس دي كانت اكتر performance كويسة طلعت مني. كان اكتر ماتش كنت mentally present فيه. مم. انا ما كنتش عارفة لحد ما وقفت على التصفية، مش عارفة دي حاجة كويسة ولا لا، بس لحد ما وقفت على خط الستارت بتاعي ما كنتش عارفة مين معايا في التصفية اصلا. سماعتي والحارة بتاعتي وخلاص ماليش احنا دعوة بحد. بنسخن وخلاص. آم، في مدرب مش حد اعرفه معرفة شخصية، كنت بشوف الموضوع ده اونلاين، بيعلم الاثليتس بتوعه يوم الماتش من ساعة ما يبدأ يسخن على البلوكس، خلاص احنا كام دقيقة وهنبدأ الماتش بتاعنا، يفضل في دماغه يكرر لون التراك اللي هو بيجري عليه. مم. انت بتجري على تراك مثلا لونه ازرق، انت تفضل على طول عمال تفكر نفسك ازرق ازرق ازرق. الانبوت الوحيدة اللي داخل مخك هو الحاجة اللي انت المفروض تكون بتركز فيها دلوقتي، اللي هي اللين بتاعتك، الحارة بتاعتك، مم. بس الاتنشن مثلا اول ما تبدأ تعمل كده ترجع تفكر نفسك ازرق انت ازرق، فاهم؟ بتحاول تصفي او تقلل كل حاجة ممكن تسحب منك تركيزك في نفسك. بالظبط. مم. دي يعني في حاجة تانية برضو، بس دي منطقية شوية لو انت مش محضر للبطولة دي. لا كده كده. يعني بس يعني غلطة I would say دي. مهم. بتثقي في مستواكي اكتر او حالتك انتي اكتر ولا في ارقامك؟ الاتنين. الأرقام مهمة. at the end of the day انت لو كسبت ماتش انت كسبت عشان انت عندك أحسن رقم في الماتش بتاعك، فهو الرقم ده indication مهمة جدا. لو انت بتشتغل مثلا على البروجرام ده بعد فترة ما اتمرنت فيه أرقامك بتقل، يعني بتبقى أوحش وتبقى أبطأ، فدي مشكلة. الأرقام دي بتديك فيدباك، بس في نفس الوقت ما تقدرش تعتمد على الأرقام بس كالفيدباك الوحيد اللي عندك. يعني أنا مثلا لو بشتغل مع لاعب بصلح له حاجة في الميكانيكس بتاعته، في الأغلب أول ما الميكانيكس تتظبط الرقم هيبقى أوحش، لأنه جسمه لسه بيتعلم يعمل حاجة جديدة وما تعلمش يعملها بسرعة، مم. فالرقم هيبقى أوحش. أنا لو بصيت على الرقم ولقيته أوحش أقول لأ احنا في حاجة غلط. مم. in fact هو الميكانيكس بتاعته في العادة دي أحسن. مم. أو مثلا أنا بجري نفس الأرقام في كل في بروجرام معين، بجري نفس الأرقام تمام في كل أسبوع، بس بعد 3 أو 4 أسابيع إحساسي بالتمرين النهاردة مش صعب قوي زي تمرينة أول أسبوع مثلا. ده برضو في حد ذاته progress، فاهم؟ مم. فمش هقدر أتحيز لحاجة فيهم على قد ما الاتنين فيدباك وانبوت مهم المفروض يبقى عندك. مم. انتي اتمرنتي في امريكا وفي مصر، شوية. ايه الفرق بقى بين مصر وامريكا؟ أنا شايل هم السؤال ده والله. يعني جاوبي براحتك عادي، ما تشيليش هم يعني.
لا هشيل هم بشكل جنرال يا ستي، انت التخبيط. ليه مصممة تخبطي في ناس بشكل جنرال؟ انت بتحطني في موقف مضطر اخبط في الناس، طيب اعمل ايه؟ عادي، مدرب يعني ماشي. مفيش حد بعينه يعني. لو اتكلمنا بشكل عام، اكبر اختلاف بين الرياضة هنا والرياضة في امريكا I would say الشعبية اصلا بتاعت الرياضة دي عاملة ازاي. يعني احنا في مصر لما تقول لحد انا بتمرن العاب قوة، لحد النهاردة بعد ما اقول كده لازم ابرر بعدها ان انا عداءة مش بشيل حديد. ايوه، بتعملوا ايه فاحنا يعني؟ بتشيلوا حديد يعني. آه. على عكس امريكا، التراك فيها is a big deal، مم. وفي levels للكومبيتيشن اعلى. في وعشان الاولمبيكس كمان هم اقوياء جدا طبعا. وعشان هي شعبيتها اكبر، منطقي جدا ان انت تلاقي عدد ناس مهتمة بالرياضة دي، وعدد ناس فيها ان كان athletes، مدربين، ايا كان organizations competitions، ايا ما كان هتلاقي ده اكبر بكتير من ما هو عندنا. فدي اكبر اختلاف بالنسبة لي. لما رحت لقيت اللي هو كله عارف يعني عادي. يعني نشاط. تمام يعني. ماشي. كله ايه. عندنا الكورة بس، ما مفيش حاجة تانية. تاني main difference شفتها، انه احنا علاقتي بالمدرب اللي كنت شغالة معاه هناك كانت بروفيشنال جدا، وبتنتهي وقت ما التمرين بيخلص محددة قوي. قوي. مفيش مجال ان انت تبيلد قوي personal connection زي ما احنا بنعمل هنا مع مدربينا هنا صحابنا جدا، وممكن نخرج، ولو حد مثلا من الفرقة حصل له حاجة ونروح نزوره، ونروح ايوه، نعيد على الناس ونعزي الناس وكل حاجة. نبقى كلنا شلة كده، وكلنا في بالظبط. كأننا فاميلي، مش مجرد تمرين وخلاص. اه. ف يعني دي فروقات جنرال شوية، بس عايزة اوصل معلومة ان هم هناك مش حلوين قوي واحنا هنا وحشين قوي. هو مم. الكونتكست والسيتويشنز وكل حاجة مختلفة. ممكن هناك كعلم او كفنيات احسن. ممكن بس يكونوا احسن لانه العلم منتشر اكتر. احنا برضو بالظبط. خلي بالك هنا في مصر ما اعتقدش ان احنا عندنا التولز الكتير قوي والريسورسز الكتير قوي اللي تخليك تعرف تتعامل مع مم. لاعب، تخلي اللاعب ده سريع. مم. يعني دي حاجات احنا بنروح نذاكرها ونعملها، بس ده I think انه هناك دي ممكن تكون بديهيات. حاجة، يعني مش بديهيات بس حاجة متاحة اكتر. again عشان الرياضة هناك ليها popularity مم. اكبر، فمنطقي تبقى واخدة الاتنشن ده، فاهم. مهم. طب حاسة بقى ايه لو حصل هنا هيفرق قوي في مستوى الرياضة في مصر؟ ممكن نستنتج ده من السؤال اللي قبله، ان احنا ندي attention اكتر للرياضة هنا. بالظبط. يعني نفسي البطولات بتاعتنا تكون مثلا بتتذاع في الوقت اللي البطولة بتتلعب فيه. مم. نفسي دي حاجة ايوه، تحصل. بتفرق قوي عامة. يعني انا كان نفسي اللي هو تبقى ماتشاتي بتتذاع والناس تتفرج يعني في ناس تخاف، او في ناس تقول لك لا انا مش عايز، ده انا حاسه ان ضغط ومش انتوا عارف ايه. معانا شويه بس مش معانا قوي، يعني انتوا واخدين عشان هي اي ليكوا. كل الالعاب الفرديه واحد. يعني كلنا لا نفس بس المعاناه. يمكن يكون حالكوا احسن من حالنا شويه. والله يعني الحال واحد. يعني كله زي كله بعضه. متدمر يعني. ف... يعني في كتير يحس او يقول لك لا ده ضغط، لا ده مش عايزين ناس كتيره تتفرج علينا احنا بنلعب او حاجه زي امم. كده. في لا ناس تحب اللي هو الناس دي بتشجعني، الناس دي في ظهري، مش عليا. بس دي حاجه منطقيه بتحصل اليوم البطوله، بس احنا ده مش بيحصل عندنا في البطوله عشان انت هتخش هتلاقي الاستاد فاضي. فهو بالظبط. اصلا ما فيش البريشر ده. بالظبط. فيلم الحاسة في السابعة، عائلات فاهم؟ اللي هو يلا يا يحيى وبتاع. في عائلات كل مثلا لاعب، بس ما فيش ناس جايه تتفرج على الماتش، ايوه. فيعني نفسي ندي للرياضه اتنشن اكتر من كده. مهم. حاسه دي حاجه هتفرق معانا كلعيبه، وهتفرق مع الستاندردز بتاعت الرياضه عامه يعني. نخش في حتة تكنيكال اكتر. آه، السرعة حاجة عضلية ولا عصبية؟ السرعه السرعه هي عباره عن adaptations بتحصل في الجهاز العصبي. فاحنا بنعتبر الجهاز العصبي ده كأنه هو الكنترول سنتر، بس في نفس الوقت مش هتقدر تتحرك ده من غير ما يبقى عندك عضلات قوية كفاية، ومن غير ما يبقى عندك سيستم عامة التندنس بتاعتك والمسلز بتاعتك يكون فيها stiffness ويكون فيها strength كفاية عشان تأكسكيوت ده. مهم. يعني حاجتين مهم. الاتنين. وعلاقة الكلام ده بالبلايومتريكس بقى او بالاوتار والحاجات زي كده؟
علاقة البلايومتريكس بالأوتار. مهم. والجهاز العصبي هم كلهم مسمعين في بعض. البلايومتريكس هي دي اللي بتمرن الستيفنس بتاعة التندنز as well as ازاي to produce force عالية وبسرعة في حاجة اسمها الستريتش shortening cycle. السايكل دي هي السايكل اللي بيحصل فيها stretching للمسل وبترجع تكونتراكت تاني بسرعة. يعني احنا مهم. لو اعتبرنا مثلا ان دي رجلك ودي الارض وانت نازل على الارض، بيحصل هنا stretch في العضلة بتطول وبعد كده بترجع تكونتراكت تاني لما بتضرب الارض مهم. بسرعة. فبلايمتريكس دي اساس يعني مهم قوي، وكواليتي مش كواليتي، هو يعني جزء من تمرينك مهم قوي علشان تبيلد الستيفنس في التندنس بتاعتك. مهم. علاقة النوم بقى بالكلام بقى اللي احنا بنقوله ده دلوقتي، العلاقة بين النوم والجهاز العصبي، يعني تأثيره. نشرح هقول علاقتهم ببعض ايه وبعد كده هقول لك تأثيره مم. ايه. علاقة النوم بالجهاز العصبي هي علاقة رايحة جاية، مم. ده بيأثر على ده وده بيأثر على ده. النوم بيريست الجهاز العصبي بتاعك، بس الجهاز العصبي هو اللي بيدي السيجنالز بتاعت احنا هننام امتى وهنصحى امتى. هو اللي بيدي السيجنالز في جسمك ان الضربات بتاعة القلب تقل وان انت تخش في الستيت بتاعة الريلاكسيشن. فهم دول حاجتين بيشتغلوا مع بعض. لو انت بتنام كويس فانت عندك جهاز عصبي صحي كويس، ولو عندك جهاز عصبي صحي وكويس يبقى انت هتنام كويس، مهم. وبالتالي ايه، وعط... السايكل يعني تتقفل. في كتير قوي، كنت قعدت معاهم في حلقات قبل كده، كانوا قالوا ان النوم من اهم الاضلاع للريكفري بتاعت اي اثليت يعني. في حاجة اسمها الريكفري بيراميد، دي زي الستيجز او مش ستيجز، يعني هي دي الحاجات اللي بنعمل بيها ريكفري بمدى اهميتها. الحاجه اللي تحت اللي هي البيس بتاعه الهرم دي اهم حاجه فيهم. هتلاقي دايما اول حاجه تحت هي السليب، مهم. بعد كده بنتكلم مثلا في الاكل، وبعد كده بنتكلم في مش عارفه ايه. هتلاقي بقى في التوب بتاع البيراميد الايس مش عارفه ايه، الايس باث والمساج والحاجات دي كلها. بس الاساس بتاع الريكفري اللي هو البروسيس الطبيعي اللي ربنا خلقه اصلا بيحصل هو ان انت تنام. مهم. فانت عايز performance كويسه وعايز ريكفري كويسه، محتاج تكون بتنام كويس، لان ده اللي هيسمح لك ان انت بدل ما بتتمرن مثلا 3 سيشنز تقال في الاسبوع، if you recover كويس ممكن يبقوا 4 وممكن يبقوا 5. ممكن تستاك عدد ساعات تمرين او كواليتي حتى تمرين اقوى واكتر لو انت بتنام كويس. مهم. بمناسبة الريكفري والحاجات زي كده، يا جماعة السبونسر بتاع الحلقة اي ام اس ابيكس. لو انت رياضي وعايز تعمل ريكفري، اي ام اس ابيكس في اسكندرية في سموحة، فروحوا الدنيا تمام. بس ايه اكتر حاجة عملتيها فرقت في مستواكي فعلا؟ اني ذاكرت. اني بدأت اذاكر. أم، لا، لو حد اجابة بجد اقولها ازاي. اكتر حاجة ممكن اكون فهمتها وبدأت ابلاي فرقت بجد في مستواي وفي تمريني، هي فكرة انه مفيش حاجة موحدة على كله. مم. اول ما تبدأ تعرف ايه الارياز اللي انت متكحرت فيها جامد قوي وايه الارياز اللي انت بتدومينيت فيها قوي، اول ما تبدأ تفهم انت نفسك كلاعب انت ايه، مم. هتعرف بعد كده تساعد نفسك. يعني ازاي، يعني أنا محتاجة اعرف مشاكلي الاول ايه قبل ما اروح اصلح حاجة. ف I think دي ممكن تكون اكتر حاجة ساعدت. اتمرن سرعة ولا تحمل سرعة؟ انت مين، انت لاعب ايه؟ انا انا واحد عادي. انت بني ادم عادي قولي اصلا قولي مش. لي قولي لي الفروقات، يعني امتى اتمرن سرعة وامتى اتمرن تحمل سرعة وامتى احتاج الاتنين؟ احنا لو بنتكلم في كونتكست السبرينتنج فانت محتاج الاتنين. مهم. كونسبت تحمل السرعة هو عبارة عن كلمتين، تحمل للسرعة. فانا مش هعرف اتحمل سرعة الا لما يكون عندي سرعة. فاحنا بنترين السبيد، انت محتاج تبقى حد سريع، بعد كده بنعلمك ازاي تقدر تمنتين السرعة دي للمسافة المطلوبة، ايا كان الريس بتاعك ايه. أم، لا كنت هقول حاجة بس كنت هخبط، خلاص خلينا نقف هنا. خلاص. طب كملي عادي من غير لا تخبيط. لا خلاص. لا ماشي. بس هي كانت هتخبط. يعني دي مش عايزة تزودي على الإجابة دي بره عن التخبيط؟
لو مفيش حاجة في دماغك عادي. ممكن ازود حاجة. ممكن الريشيو بتاع الاتنين هتشتغل ايه اكتر من ايه، ممكن يختلف على حسب الديستانس اللي انت بتتمرن لها. يعني سبيد انديورنس اللي انا هعملها وانا بتمرن ل 400 متر مش هيبقى نفس القدر وانا بتمرن لل 100 متر، ومش هتبقى نفس المسافات. فالتركيز هيختلف على حسب الديستانس اللي احنا بنحاول نجريها. بس في كل الاحوال هما دول اتنين elements في التمرين لازم كده كده. حتى لو انت بتلعب مسافة قصيرة زي ال 100 متر، انت ممكن تبقى سريع جدا في اول 60 متر بس ما عندكش التحمل الكفايه اللي يخليك تكمل بنفس السرعه دي لل 100 متر. فهو كده كده ككونسبت هو موجود عند كله، بس الفكره في الريشيو والديستانسز والدوز اللي هتعمل بيها كل حاجه. ايوه فاهم. ايه تمرين كنتي بتتمرنيه وفاكرين ان هو جامد جدا وطلع اوفر ريتد؟ I don't think انه في تمرين عامه overrated او underrated. بس في تمرين يعني مشهور قوي ويقال عنه ان هو افكتيف جدا وبتاع، بس هو في حقيقة الامر يعني ما يستاهلش الضجة دي يا جماعة، يعني عادي. ما هو الفكره انه الكونتكست اللي انت بتستخدم فيه التمرين ده يفرق. في تمرين لو اديتهولك انت هتعمله هتبقى تمام. اديتك مثلا حط بار على ظهرك واعمل سكوات دلوقتي هتبقى تمام. التمرين ده مش هعرف اديه لواحد مثلا اول مره يخش جيم في حياته. ما بقاش التمرين هنا حلو وهناك وحش، هو بقى التمرين هنا مناسب وهناك مش مناسب. فانا مش هقدر اقول على تمرين بذاته من غير كونتكست التمرين ده اوفر ريتد او اندر ريتد، على قد ما هقول التمرين ده مش مناسب في الحاله دي او مناسب في الحاله دي. بس ممكن لو يعني if I have to answer السؤال ده ممكن اقول انه التمارين اللي هي بتبقى specific للرياضة اللي مش عارفة ايه، انا حاسة ان احنا يعني اقولها ازاي، حاسة ان احنا التوقيت اللي بنستخدم بيه التمارين ده شوية اوف. مم. يعني لو احنا بنتكلم على مستوى حد رياضي متواضع فهتبني له البيسكس قبل ما هتروح تقول له بقى اربط رجلك في بند مش مم. عارفه ايه واعمل كذا كذا انا كذا. بحس اصلا كمان في مدربين بيبقوا قاصدين يعملوا تمارين شوي او تمارين شكلها حلو، وهي اصلا مش مفيدة ولا مناسبة للسن ولا للحالة بتاعت الاثليت ما اللي هي هو دي اللي معاه. الفكره، يعني دي الحاجه اللي هقول عليها مش عارفه ينطبق عليها كلمه اوفر ريتد ولا لا، بس تاني هي مش مناسبه في الكونتكست ده. كل ما الليفل بتاعك هيعلى كل ما احنا هنخش في التفاصيل اكتر، لان دي الحاجه اللي هتفرقك اكتر. انت عارف طبعا كل ما هتتحسن كل ما تبقى الفروقات اللي بتتحسن بيها اقل، فهنركز في التفاصيل دي اكتر. بس انت لو حد لسه مستواك عادي مش هبدأ من هنا خالص يعني، بالظبط. فهنرجع تاني فكرة ان ده يا مناسب يا مش مناسب يعني. ايه احسن طريقة اميكس بيها تمرين الجيم مع التراك لو انا سبرينتر؟ لو انت سبرينتر يعني انت البرايورتي بتاعتك هي السبرينتنج. عارف مش فاكرة كان مين اللي كان بيقول if you wanna be good at push-ups do push-ups. لو انت عايز تبقى لاعب سريع في الملعب فانت محتاج تتمرن في الملعب، هي دي البرايورتي. الجيم on the other side المفروض يكون بيساعد وبيحسنك في الحاجات اللي انت اصلا ضعيف فيها في الملعب. يعني انت اكيد في مثلا positions بتتحط فيها لما انت بتسبرنت البوزيشنز دي انت محتاج تكون قوي فيها، فده حاجة هتحصل في الجيم. في weaknesses عندك مثلا انت لاعب يعني elastic قوي بس انت لاعب ضعيف قوي، فدي حاجة برضو هتبقى بتحصل في الجيم. احنا بنتيلر او بنكستمايز كده بنشخصن ايوه بنكستمايز البروجرام على حسب الحد احتياجي. اللي قدامنا بالظبط. بالظبط. امتى او امتى تكسري قاعدة علمية عشان مصلحة اللاعب؟ يعني هديكي مثال عليا انا. اه انا كنت بلعب ضربة معينة كنت مميز بيها جدا، بس بلعبها غلط. تمام، بس بجيب بيها نقط وبكسب بيها. خلاص. فانت عديت مرحلة ان انا اعدل على الحركة. خلاص، يعني انا كنت وصلت الليفل والسن. خلاص انت مش هتيجي تعدل على الحركة دلوقتي، لو عدلتها هتبوظ مش هكسب بيها، خليها زي ما هي. تمام. فكان مدرب المنتخب بتاعي كان لا هو كان مصمم يصلحها يعني، بس انا كنت يعني من حسن حظي في الحاجات الصغيره قوي اللي انا كنت واعي ليها ان انا كنت لا افقه شيء في حاجات كتير قوي فتره المنتخب دي، وده اثر عليا كتير قوي. انه لا انا طالما بكسب بيها فانا هلعبها كده.
فماشي لما تيجي هعملها زي ما انت عايز، بس انا في الماتش انا جسمي متبرمج ومتعود على حاجة معينة وبكسب بيها فاعمل، فاهمة؟ فمن هنا بيجي بقى سؤالي، يعني امتى اتغاضى عن حاجة غلط في سبيل نتيجة او في سبيل حاجة صح. السيتويشن اللي انت بتحكيها دي حاجة شبيهة قوي للسيتويشنز عندنا. في ناس لو صلحت لها حاجات في الميكانيكس بتاعتها في الجري هتلاقي ارقامهم، م- يعني مش في ساعتها بس، كده كده في ساعتها هتبقى ابطأ شوية، بس بعد كده حتى هتلاقي ان الارقام ابطأ. فانت بترجع يعني ده فيدباك بالنسبة لك ان سيب الحاجة زي ما هي خلاص. هي ممكن تكون مش اصح حاجة شكلا، بس هو ده what works للعيب ده. فدي حاجة. الحاجة التانية، احساس اللعيب بجسمه، دي حاجة عمرها ما الساينس يعني م- عمر ما اللاعب مثلا هيجي يقولك انا تعبان من كذا او عندي وجع كذا، فهتقوله لا معلش اصل هو البروجرام الساينتفك بيس ده اتساز ان احنا النهارده لازم هنتعلم كذا م- او هنشتغل التمرينه الفلانيه. فاي ثينك ده كونتكست تاني برضو. الفيدباك اللي انت هتاخده من اللاعب دي مش حاجه انت هتجيبها من دماغك، دي حاجه لازم برضو هتوقف ايا كان ايه اللي بيحصل، تسمع وتعدل حتى م- لو كان الصح على الورق ان انت النهارده كنت تعمل الحاجه الفلانيه. ماشي. امتى تفرقي بين احساس الاجهاد الطبيعي وبين انه لا ده كده في اصابة؟ احساس الوجع بتاع ان لا ده اجهاد عادي، وانه لا ساعتها في اصابة فعلا. غالبا احساس الاجهاد عادي هيبقى على طول العضله كلها. مم. فانا لو حاسه ان انا مثلا اماميتي كلها وجعاني وامامياتي الاتنين وجعاني، فانا probably نشمت في التمرين شويه وخلاص. لو انت حاسس انه في سبوت معينة في عضلتك وجعاك ومش شرط تكون موجودة في الناحيتين، ففي الأغلب هنا ممكن يكون حصل حاجة. دي ساين تبص مم. عليها. ايه تاني؟ يعني لو في نقطة معينة هي اللي وجعاني مش العضلة كلها، دي المشكلة. لو في سبوت معينة، السورنس عامة مم. أو الإجهاد اللي ممكن يكون الفتيج اللي ممكن تكون العضلة وصلت لها، هتبقى على طول العضلة كلها، مش هتكون في سبوت معينة. مم. فدي مثلا حاجة من الحاجات اللي لما يجيلك حد مصاب بتسأل هو أنت رجلك كلها مضايقاك؟ هل الاتنين مضايقينك زي بعض ولا أنت في مثلا سبوت معينة كذا؟ الإصابات المتكررة بقى ايه مشكلتها؟ الإصابات بتحصل بسبب حاجتين. يا إما التشيو حطيت عليه لود جامد قوي أكتر من اللي هو يحتمله فاتصاب، يا اما تيشيو بتحط عليه لود قليل قوي فمبقاش مستحمل اي حاجة، اقل ستريس او اقل لود عليه هيسيبه. لما بيحصل حاجة من الاتنين، يعني ده سبب الإصابة، لما يحصل حاجة من الاتنين دول المفروض في process بتمشي فيه علشان تأهل العضلة ترجع لنفس أو أي مكان المكان بتاع الإصابة ترجع لنفس الفانكشن اللي كانت فيها قبل ما تتصاب. لو البروسيس ده مكملش للآخر، chances ان الإصابة دي تتكرر تاني عالية قوي. مم. اكتر اصابة في الدنيا بتتكرر عند كل اللعيبة في الدنيا ايه؟ انه لوى الانكل بتاعه. هل احنا بنعمل ريهاب كويس للانكل؟ هتلاقيه هو راح عمل مثلا كام سيشن مع الفيزيوثيرابيست، الوجع قل شوية، نزلت الملعب تاني تك. واحنا اصلا عندنا مفهوم خاطئ عن الحوار ده اساسا. هو انا اتصبت فاتعالجت ورحت ايه عملت علاج طبيعي، فانا طالما عملت علاج طبيعي فانا خلاص انا انا كده كده تمام. تمام فانزل بقى الملعب. هو انت علاج طبيعي ده عالجك بس ما قوكش هو يعني. هو كمان هو معالجش العلاج الطبيعي، بس لو احنا بنتكلم على المانيوال ثيرابي مهم. والحاجات الأجهزة اللي بنستخدمها والحاجات دي كلها، هي الحاجات دي بتمانج البين. مم. فانت لو كنت قبل ما تتصاب كان البرفورمانس بتاعتك مثلا 100%، فاتصبت فبقت دلوقتي 50%، احنا دلوقتي بس بعد الفيزيوثيرابي احنا عالجنا لك الوجع. مم. فانت بقيت مثلا بتتحرك من غير ما تتوجع، ممكن تكون بتعمل نفس الاكتيفيتيز دي تاني من غير ما تتوجع. هل انت مهيأ انك تعملها؟ لا، هي دي الفترة بتاعت التأهيل. عشان كده يعني لما بسكيب الفترة دي بتصاب تاني يعني. هترجع بالظبط. ولو ما جاتش الإصابة في نفس المكان هتيجي في حاجة تانية بسبب compensation حصلت. مهم. يعني انت الاريا دي بقت ضعيفة قوي، فانت مثلا بتلود قوي الناحية التانية، فالناحية التانية هي كمان هتتصاب تضرب، فاهم؟ فتبقى فاهم. هو الريهاب دي حاجة يعني كونسبت مش قديم قوي.
احنا زمان اصاباتنا القديمه كنا بنعمل ايه؟ كنا بنروح فعلا للدكتور بتاع العلاج الطبيعي وترجع تمرينك تاني عادي. مهم. ف يعني اتمنى تنتشر اكتر يعني. ماشي. بس ليه دايما إصابات لعيبة ألعاب القوى بتبقى يا إما في أكيلس، يا إما في السمانة، يا إما في الخلفيات يعني. دي الارياز اللي بيتحط عليها ستريس كبير قوي في تمريننا. مم. فدي حاجة منطقية، مش هتلاقي واحد مثلا بيسبرنت وبيتمزق في البايسبس بتاعته. هو مم. هيتمزق في الخلفية وهيتمزق في السمانة وهيبقى فيه لود بيحصل كتير قوي على التندنس بتاعت اكيلس. فدي حاجة منطقية، دي الأماكن اللي عليها ستريس كتير قوي. هلا كمان نقول احنا ممكن نبريفنت ده ازاي. فالأغلب الإصابات اللي بتحصل في ده بتحصل في الجزء في الحركة اللي العضلة فيه في stretched position. يعني بالظبط. أغلب الإصابات بتاعة الخلفية بتاعة السبرنترز هتلاقيهم في الجزء اللي هو خلف رجله قدام، والخلفية هتبدأ ترجع أو تسحب الرجل تاني يعني لورا. ده هي تبقى الجزء في اللي هي وضع استطالة ومحطوط بالظبط، عليها لود عالي قوي ومحتاجة تكونتراكت في وقت سريع قوي. مهم. فدي من الحاجات اللي انت محتاج تبقى aware بيها، من الحاجات اللي انت محتاج تكون بتشتغل عليها بره التراك. ده شغل الجيم يعني. مهم. امتى امتى الضغط بيكون يحفز اللاعب او يطوره، وامتى يجيبه الارض؟ ممكن لو في حاجة في دماغك قولها وهتفتح حاجة في دماغي. ماشي. فيزيكلي هقيس ده عليا انا. ودي من الحاجات اللي انا كنت مش واعي ليها وانا في المنتخب خالص. انا حرفيا كنت بتحرق في فترة المنتخب دي، لان انا كنت حد بيتمرن في المنتخب 4 و3 تمارين في اليوم لمدة أسبوع. بروح في القاهرة، فبسافر وارجع اسكندرية، اتمرن مع المدرب بتاعي في النادي، واتمرن برايفت، واتمرن فيتنس، واتمرن مش عارف ايه. فكان بيبقى في فترة حصل فيها اوفرلود بشكل مش طبيعي. انا مش واعي لده، ومدربيني زي ما قلنا في الاول، في مدربين لسه في حتة مش متطورة قوي علميا، فما كانوش واعيين لده. زائد في ناس اللي ليها نتائج، فانا همرنك عشان كل ما تتمرن اكتر كل ما تبقى كويس. وده مش صح. دي مش حقيقة يعني. الحقيقة ان هو لازم يكون في موازنة بين الريكفري والراحات والتمرين. ماشي، ممكن بس. ازود عليك حاجة على الكلام اللي انت قلته ده. التمرين عامة ك ك اي حاجة تمرين رياضيين، اي حاجة هو عبارة عن stimulus احنا بنحطه على التيشيو، العضلة، التندن، اي مكان. لو ده بالدوز المظبوطة، فعايزة اشرحها لك على بتاع، على ورقة وقلم، بس مش عارفة. لو بالدوز المظبوطة الجسم هيعرف يعمل ادابشن على ده. فبدل ما كان البيس لاين هنا، احنا حطينا ستيمولس وتوجعت سنة وكنت سور سنة، بس حصل ادابشن فبقى البيس لاين هنا. مم. فالمرة الجاية بتحط ستيمولس سنة. اللي هو اعتقد ده ليه علاقة بالبروجريسيف اوفرلود، صح ولا؟ بالظبط. ده لو الدوز كويسة. طب لو الدوز كبيرة قوي، انا اتمرنت مثلا النهارده تمرينه عاليه قوي فطلعت فوق، وبعد كده الحته اللي من فوق دي انت لازم هتنزل لان انت هتتعب، هيبقى فيه سورنس. مم. ده هيبقى وقت اطول عشان ترجع تاني للبيس لاين. فيا هتريح كتير قوي، يا هتيجي تاني يوم تروح مزود كمان ستيمولس وانا هتمرن، مم. فالكيرف بتاعك ينزل كمان تحت سنه، فتحط اللود كمان. يا اما هتاخد وقت اطول تريكفر. في الاغلب الرياضيين هيعملوا ايه؟ هيروح نازل مم. التمرين 3 يوم، فهتحط ستيميلس كمان فهتنزل كمان، ويبدا هكذا وهكذا وهكذا، اللي هو الحاجه اللي ممكن بعد كده تليد اصلا لاصابه. مم. فده في الاغلب اللي حصل معاك انت. احنا بنحط ستريس كبير قوي حتى لو مش دوز كبيره مره واحده، بس اوفر تايم، والجسم لسه مش عارف يواكب ومش عارف يأدبت على ده. مم. فبيزيكلي هو ده اللي حصل معاك بالظبط. يعني. فلما قعدت فترة مريح فترة كبيرة قوي بعد اللود العالي ده جدا، ولعبت بطولة في يوم وليلة، فعلا كانت أحلى بطولة لعبتها في حياتي. عمري ما هنساها، وعمري ما هنسى قد ايه أنا مستغرب جسمي ازاي خفيف كده، ما شاء الله. وازاي مركز كده، وازاي الحركة بتطلع بمنتهى السلاسة ما شاء ومنتهى. الله.
مفيش انا بجد مش هنسى احساسي في البطوله دي بالاداء بتاعي ده، لان انا مش فاهمه. انا كنت متضايق كمان ان انا عملت ايه طيب عشان اوصل لكده، فاهم؟ فدي من الحاجات اللي انا كنت شويه عليها برضو. بس لما بطلت ولما العلم انتشر ولما الدنيا بقى فيها توعية اكتر، ادركت ده بعدين ليه يعني. فدي كانت الجزئية بتاعت اللود، بتاع اللود البدني. physical. في بقى لود المنتال، برضو حاجة هقيسها عليا انا برضو. ودي ملمسة مع جزء من كلامك انتي قلتيه في الاول. انا كنت اكتر واحد بيركز على النتيجة، او بيركز انا هجيب اول ولا لا، مش انا هلاعب مين، او هلعب ازاي، او انا حالتي انا الجسمانية عاملة ازاي، او انا مجهز للبطولة ازاي. انا كل شاغلني انا لازم اجيب اول، تمام. فده كان بيسحلني مع النتيجة اصلا، وانسى بقى انا المفروض اعمل ايه عشان اوصل للنتيجة دي. فانا قعدت بقى اعاني كتير قوي في مراحلي كمان الصغيرة بالذات، اللي هو ازاي اطوع الحماس ده، او اطوع التفكير ده في ان انا احطه جوه الفنيات عشان اقدر اوصل بيها للنتيجة اللي انا عايزها خلي بالك هي دي برضو حاجة common، لان انت لما يعني لما بتبص على الرياضة، هي الرياضة ما هي الا performance. يعني انت امتى هيتقال عليك رياضي شاطر؟ لما تجيب المركز الاول اللي انت عايزه. فهي اصلا حاجة يعني results oriented بحت. ده عكس القوانين بتاعت الحياة كلها، عكس القانون الإلهي. يعني انت ربنا لما بيجي يحاسبك على حاجة بيحاسبك على الاجتهاد بتاعك فيها، مش بيحاسبك النتيجة النهائية ايه. بس بالظبط. احنا الرياضة عامة ككونسبت هي عكس ده تماما. فدي حاجة منطقية اللي انت بتقوله، وحاجة يعني موجودة اكتر ما انت متخيل بكتير. ويعني واللي فرق معايا جدا لما بدأت اخد كورسز منتال عشان ابدأ افهم بقى، او ابدأ احل مشاكلي اللي هي بتبقى في، خصوصا ان انا كنت مثلا بخسر ماتشات سهلة، اللي هو ليه. فكل ما ده كان ان انا عندي مشكلة منتال كانت بتتبلور اكتر. فلما خدت كورسز منتال فهمت. ادركت انه طوع كل ده في فنياتك، ما تشغلش بالك خالص غير بالفنيات بتاعتك. حتى دي في فيديوز انا كنت دايما بقولها ودايما بحب اقولها كالكونتنت بتاعي انا، عشان فعلا دي من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا يعني، وكانت بتحط عليا ضغط من اللا شيء. وده كان بيجيبني الارض بقى، فاهم؟ بس كابتن يوسف، اسمه يوسف ايه؟ كاراتيه كاراتيه يوسف بدوي. بدوي كابتن يوسف بدوي. لما كنت بتفرج على الحلقة بتاعته الصبح، كان بيتكلم على حاجة شبهها برضو. كان بيقول انت الثقة بتاعتك اللي بتيجي في الماتش بتيجي من تحضيرك للماتش. عمرك هتبقى متمرن قبلها قبل البطولة بأسبوع، وهتنزل حاسس انك عامل اللي عليك يعني، اي. و10/10 ونجمة. آه، فدي حاجة انت بتبقى عامل اللي عليك ونازل، والنتيجة اللي بتحصل في الماتش دي خلاص دي بتاعت ربنا. آه، امتى الطموح يبقى شيء توكسيك؟ يعني عشان هجيبه في مثال عليا، وانتي خدي الإجابة بقى براحتك. انه واحنا كمان عشان اثليتس، فاحنا دايما رابطين قيمتنا، او رابطين نجاحنا بنتائجنا. بالريزولت. بالظبط، اللي هو فرحتي انا عامل اداء ما حصلش وما جبتش اول، فاللي هو فرحتي يعني، فاهم؟ ف وكمان تبقى موضوع ميكست بجلد ذات مش طبيعي. ان انت متمرن وعامل كل حاجه وكاسب الشخص ده قبل كده، انت ازاي تخسر منه، انت ازاي مش عارف ايه. فكل ده بيبقى طموح، انا عايز اكسب وعايز اوصل، ولكن توكسيك في نفس الوقت. هو على المدى البعيد هو بيهدمني مش بيبنيني. I think لو احنا يعني انا حاسه ان انت لخصت الموضوع كله. لو احنا بنجري ورا النتيجه despite ايه اللي هيحصل قبل كده، this is when you know ان في حاجه غلط. يعني انت عايز تاخد البطوله الفلانيه، بس انت مثلا في فتره دلوقتي مصاب فيها او بتأهل او بتعمل حاجه. لو انت you ignore الساينز اللي عماله تجيلك من جسمك انه خد بالك في هنا مشكله، فخد بالك خد بالك، يبقى احنا هنا بدأنا نعدي المرحلة الصحية. انا مش بحب عامة استخدم كلمة صحية مع رياضي في جملة، حاجة controversial جدا. انا مش مقتنعة ان الرياضيين صحيين، اصحاء. مش عارفة ايه الكلمة صح. اصحاء. صح. لو ده سبيكترم، وهنا في الاكستريم دي الناس اللي هي مش بتتحرك خالص وسيئة قوي وعندهم مشاكل كل حاجة. في هنا بعد النص بحاجة بسيطة الناس الأصحاء
ده الشخص الطبيعي بيلعب اللي رياضة عشان نفسه. بيروح من 3 ل5 مرات الجيم وبيشيل حديد وبيعمل كارديو والدنيا لطيفة وتمام. وبعدين في الاكستريم التاني بالنسبة لي اثبات يعني هنا اللي هم الرياضيين. اللي هو احنا بقى اللي هو يعني ما تقنعنيش انت فيك مش عارفة 2 صليبي ومش عارفة كام فقرة وكتفك عامل كده وبتاع وتقول لي انا انا يعني رياضي. ايش جاب صحي للي انت فيه، يعني جبت ايوه، الصحة منين؟ أم، انا بحس كمان انه عشان احنا ما بقيناش نلعب رياضة بقى لنفسنا ولا لصحتنا، لا احنا بنلعب اه رياضة عشان نتيجة، عشان نوصل لهدف معين. في مرحلة كمان انت خلاص بتوصل يعني دي الاوبسيشن، فاهم؟ يعني مش مهم. يعني احنا معانا ناس كتير قوي مثلا في الفرقة هم اخدوا قرار ان هم هيبطلوا يكمبيت، بس هم بيجوا يتمرنوا معانا اكنهم بيحضروا لبطولة بجد. مم. فانا ببقى عارفة ان يعني في حتة كده فيك عمرها ما هتسيب الموضوع ده عادي، ايوه، ومحدش بيحضرنا للموضوع ده ابدا. ايوه. يعني الصدمة اللي بتاخدها اول ما خلاص مفيش حاجة بتبقى بتأثر فيك كتير قوي يعني. انت حياتك كلها من وانت صغير قوي، من اخر يعني اكتر ميموري بدري قادر تفتكرها كانت كلها اورينتد حوالين التمرين، وانت مخلص واخد الدفوار بقى كده وقاعد تعمله في العربيه عشان رايح بالظبط. التمرين ولانش بوكس ومش عارفه ايه. فيعني من هنا لحد اخر المدرسه وثانويه عامه والدروس والتمرين، وبعد كده تخش كليه كذا وكذا وكذا. بعدين في يوم وليله في ادرينالين كده مش ملموس يعني، في حاجة حلوة انا تعبانه في بس السحلة دي. مبسوطه. بالظبط، بالظبط. انا تعبان وطالع عيني ومش طايق نفسي، بس انا بس انا فعلا مبسوطه. مبسوط، انا مبسوط. ما عشان كده ما يعني مش عارفة ايه الحاجة اللي ممكن نعملها عشان نبريفنت ده، بس يعني صدمة مش لطيفة، حضارية، ما صدمة اه حضارية. ما تمنهاش لأي لا لا، حد. ده عادية. بالظبط. ايه اكتر آية او كوت انتي بتحبيها او بتعملي بيها يعني، او مبدأ؟ انا ما فيش حاجة معينة في دماغي دلوقتي، بس لو في مبدأ واحد متأكدة 100% وانا بقوله لك واثقة كده من نفسي ان انا بعمل بيه، هو ان الشغل اللي انا بعمله بإخلاص. مهم. يعني هشتغل على قد علمي وهقول ان ده قد علمي، بس مش هعمل حاجة واعك فيها. أم، I think دي حاجة reflected أصلا في عدد الناس اللي أنا بشتغل معاهم. لحد النهاردة أنا بقالي تقريبا دي رابع سنة أكوتش فيها. عدد الناس اللي معايا يعني تشوفه من بعيد تقول لا ده أكيد شغل فكسان، يعني الناس الشاطرة أكيد معاها عدد أكتر من كده، مم. بس عشان إحنا ناس هنشتغل صح. مهم. ف ده concept حاجة كده ثابتة. عامة، وعشان هي في نفس الوقت شغلك الحاجة اللي انتي بتحبيها، مش مجرد شغل وخلاص. فدي من اكتر الحاجات اللي بتفرق في الحوار ده يعني. بس يمكن الحاجة اللي هتهون علينا شوية ان احنا بعد ما نسيب الرياضة ان احنا لسه في حاجات ربطنا بيها. ربطانة بيها. يعني انت بالظبط. البودكاست ده هتقعد تبص مع 500 بني ادم تتكلموا في 500 توبيك انا كلهم هفضل ريليتد لنفس شغوف الحاجه. ومبسوط باللي انا بعمله. وانا لو حصل اي حاجه وربنا ما ارادش اني اكمل في الرياضه دي، هفضل برضو عارفه اشتغل مع الناس دي ستيل في نفس الفيلد. افضل متابع على الاقل، شوف اتس مين ايرونيك عمل بجد، انا مش ايه. عارفه الرياضه بتعمل فينا ايه، بس اتس ليها ايرونيك سحر يعني. مش مفهوم. حصل. مين شخصية تاريخية تحبي تقضي معاه يوم او تقعدي معاه؟ تاريخية راحت ماتت ولا مش عادي لو لازم، عادي. لسه؟ ربنا يعني يرحم الجميع. مش عارفه دي يعني هي اكيد تعتبر شخصيه او شخصية معروفة او حد. سيدني ماكلوفلين دي دي بطلة ال 400 متر حواجز، بطلة اولمبيكس وبطلة عالم كذا سنة ورا بعض، قعدت مش عارفة كام سنة كل سنة بتكسر الرقم بتاعها هو اللي هو الورلد ريكورد، مش عارفة 5 أو 6 سنين ورا بعض. فأنا نفسي الست دي أشوفها وأقعد معاها. أنت قلت أقضي معاها قد إيه؟ يوم. أنا عايزة أقعد معاها كتير. أنا عايزة أقعد أحكي معاها كده. لو يعني لو هتقعدي معاها اليوم خلاص بكرة، ايه اول حاجة هتقوليها لها طيب؟ هقول لها إن هي بس بإن هي بتشوب للي هي بتعمله بينسباير كمية بني آدمين في ناحية تانية هي مش هتتخيلها. ممكن لو عرفتها تتخض. مم. عارف الناس اللي هي ليها امباكت كده وهي مش بتعمل ده عن قصد، يعني مجرد ان انت تشو اب في حاجة. ودي حاجة اتمناها لنا، ان احنا مجرد ما انت بتعمل حاجة انت بتسات الاكزامبل لناس كتير قوي. اللي هو ايه ده، عايزين انا نبقى انا كده. بفكر في كده برضو، انا عايز. مم. مين الحد اللي انت
تحب تقضي معاه يوم؟ محمد صلاح. محمد صلاح طبعا طبعا هتقول له ايه طبعا. اول جمله؟ أنا بحبه جدا. انا بجد بحبه جدا، وهو كان وما زال يعني هو اللي انسباير مي. يعني هو يعني هو بالنسبه لي مش مجرد لاعب كوره، هو مؤثر، ومؤثر في جيل، ولو مش مؤثر في جيل هو اثر فيا أنا. فاهماني؟ الشغف او الاستمراريه والالتزام بتاعه كان بيلمسني جدا. فكنت بحاول اوصل لاقرب حته ليه. فاهماني؟ اول حاجه اقولها له يعني. وفي حاجه كمان عشان ادركتها برضو متاخر، مش كتير واخد باله منها. محمد صلاح يا جماعه من باك جراوند يعني طبقيا بسيطه. بسيطه قوي. يعني مش بسيطه عادي، هي بسيطه جدا. فانا عشان بطبيعه شغلي مع والدي وبتاع بتعامل مع الطبقه دي. فجماعة الطبقة دي بجد بتفكر وبتشوف الحاجة من وجهة نظر مختلفه مختلفة تماما. تماما عن أي بني آدم طبيعي بيشوفها. فكونه يوصل من هنا امم. للقمة اللي هو بيقابل ملك. اللي هو امم. ناس حاجه حاجة تدرس يعني. حاجة حاجة مش طبيعية يعني. وقادر ان هو يتكلم معاهم، وقادر يعني الناس دي شايفاه في حتة كبيرة جدا. دي حاجة يا جماعة مش واخدة حقها خالص 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 خالص. انت تخيل مثلا يعني ابسط حد ممكن تقابله في حياتك يوصل محمد صلاح وصل له ده. امم. مستحيل تتخيل. فدي حاجة بجد مش الناس مش مستوعباها قوي. هو بيقول لك يا عم عادي، ما كلنا كل الناس الناجحة كانت في مستوى اجتماعي ضعيف ومش عارف ايه وبتاع، بس لا، مش محدش متخيل كم محدش متخيل كم الجهد والشغل اللي اتحط في بالظبط. ده وان يعني. انت تتأقلم مع البيئة دي وبيئة بره، وتوازن بين ده وده، ما تتغرش على اهلك مثلا، ما تبقاش يعني في نماذج كتير قوي مجرد ما بتطلع ومجرد ما بتشم نفسها خلاص، واللي هو اصلا ما حققتش ربع نجاح محمد صلاح. فهو بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. ممكن حتى اصحابي والناس اللي قريبه مني يعني عارفين عارفين. ان انا يعني مش طبيعي في الحوار ده. بس عشان بجد بقدره جدا يعني. بس انا حاسس ان انا بتكلم اكتر منك. مش عارف انا ايه. بتكلم بقالي ساعه، ممكن تجاوب على سؤال عادي بس يعني. بس حلو. ايه الكومفورت زون بتاعتك بره التمرين؟ comfort zone بمعنى ايه؟ يعني احنا او انا كرياضي كنت برتاح في تمريني. دي الكومفورت زون بتاعتي، دي الحاجه اللي انا بعرف اعملها حلو وبتاع. فلو شلنا بقى التمرين ده خالص، تبقى ايه الكومفورت زون يا بتاعتك؟ عم صلي على النبي يا عم. مصمم صلي على فاهم. النبي بقى. لو شلنا التمرين ايه الحاجة اللي ممكن تلاقي نفسك فيها او ترتاحي فيها شويه. I think دي حاجة يعني واضحة قوي، either الكوتشنج عشان still هبقى هنا، ومن جانب تاني لو حاجة ملهاش علاقة بالرياضة I'm so into أي حاجة artistic. امم انا آه، حضرت يعني فتره من الحوار ده. أي حاجة ليها علاقة بالمزيكا ايوه. تمام. هاتلي كانفاس وألوان هقعد أشخبط وألون. اي حاجه انحت حاجه او اشتغل حاجه كرافتنج بايدي، بحب الحاجات دي امم جدا، وبحب الالوان وبحب كده الحاجات اي دي. حاجه ليها علاقه بالفن او اللي هو اه مم. يعني بره التمرين الحاجه اللي ممكن ابقى بعملها كتير حاجه لوكي كده، مش جروب كبير من الناس، ممكن يبقى مم. حتى انا لوحدي. كانفاس، الوان، ام كلثوم، مم. بس ودماغي. ايوه. بس نفسك في ايه؟ نفسي يبقى ليا امباكت حلو مم. عامه يعني. لو سبت تمريني يبقى ليا امباكت حلو في فريقي، كنت اوبوننت لطيفة. في شغلي يبقى ليا امباكت حلو على الناس، وغير حد. اكتر حاجة يعني بجد حلوة في الشغلانة دي هي ان حد يجي يقولك مثلا انا عملت الحاجة الفلانية، الاتشيفمنت الفلاني، شكرا ان انت كنت جزء من ده، فاهم؟ بحس ان دي مم. حاجة حلوة قوي.
مش مهم العائد المادي كان ايه، مش مهم العائد الكذا كذا كذا، دي بالنسبه لي هو ده الشغلانه يعني. بحس ان في امباكت، عملت امباكت على حياه حتى لو حد واحد، فاهم؟ فعامه نفسي يبقى ليا امباكت كويس اي مكان هروح. يعني إجابة ما كنتش متوقعها خالص بصراحة، بس يعني حلوة أوي يعني، بسطتني إنها طلعت منك، فاهم؟ الحلقة خلصت. مبسوط بالحلقة جدا، مبسوط إن أنا يعني قعدت معاكي قعدة مركزة كده. فأتمنى أنتي تكوني اتبسطتي و... وأتمنى يا جماعة أنتوا تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا. دي من أكتر الحلقات اللي أنا اتكلمت فيها براحتي، مش عارف ده المود ولا يعني مريم هي السبب. بس انا بجد من اكتر الحاجات اللي انا عملتها وانا مبسوط ان انا بعملها، مش مضغوط او مش بفكر في مليون الف حاجه. انا اتبسطت انا كمان، بس حاسه الكونفرسيشن كانت لطيفه، مش انترفيو يعني. يعني اتمنى يعني. بس فان شاء الله يا رب اشوفك في كل حاجه انتي تحلمي بيها يعني وتحققيها. ويا رب نشوف ده اكبر بودكاست في الشرق يا الاوسط رب والعالم كله ان شاء دعواتكم الله. معانا يا جماعه. ان شاء الله. ميرسي. فشكرا لابيكس ان هم سبونسر بتاع البودكاست، ودي جيفت من ابيكس للجست ليك يا مريم، فمقدمه من ابيكس يا جماعه. Thank you so much. بس شكرا ليكم يا جماعه، يا رب تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا. انا اتبسطت واستفدت، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.